طبعا تعادل الاهلي النهارده مع الداخليه هو تعادل بطعم الخساره، لا وكمان تعادل في الدقيقه 90، لا وكمان تعادل وهم بيلعبوا ناقصين لاعب، فطبعا تعادل محبط جدا وتعادل بطعم الخساره لكل جماهير النادي الاهلي. ولكن ملخص المباراه النهارده بالنسبه لي ان كولر بيدور على الروتيشن وبيدور على راحه اللاعبين، حتى لو هتيجي على حساب الاداء، حتى لو هتيجي على حساب الايجابيه، حتى لو هيجي على حساب عدم وجود حلول للاعيبه النادي الاهلي وخصوصا في الشوط الاولاني، حتى لو هيجي على حساب نتيجه المباراه وخساره النهارده نقطتين من الداخليه في تعادل محبط جدا في الدقيقه 90 وخساره نقطتين مهمين جدا في مشوار الدوري. لكن برغم التعادل النهارده قدام الداخليه اقسم بالله العظيم انا مش قادر حتى الوم كولر على الحته دي ان هو بيعمل روتيشن كتير للاعيبه النادي الاهلي، لان انت لما تبص على النادي الاهلي لعب 8 مباريات في 28 يوم وعنده مباراه بعد 3 ايام يوم السبت مع القطن الكاميروني في البطوله الافريقيه. فكولر لازم يعمل كده، كولر لازم يعمل روتيشن كتير للاعيبه النادي الاهلي، كولر لازم يريح اللعيبه اللي عندها حلول واللعيبه الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، لان اللعيبه دي مستحيل تكمل بالاسلوب دوت طوال الموسم وتفضل تلعب كل المباريات للنادي الاهلي وضغط المباريات الفظيع للنادي الاهلي اللي كل 3 ايام ماتش وتشارك في كل بطولات النادي الاهلي سواء بقى في الدوري ولا في الكاس ولا في افريقيا، فطبعا دوت مستحيل. فكولر لازم يعمل كده ولازم يعمل روتيشن كتير ولازم يريح لعيبه النادي الاهلي عشان اللعيبه دي تقدر تكمل بنهايه الموسم وما تقعش منك زي ما حصلت الكارثه السنه اللي فاتت مع موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي الاساسيه كلها وقعت منه، لانه كان بيعتمد على 14 15 لعيب بيشاركوا معاه في كل البطولات وفي كل مباريات الدوري والكاس وبطوله افريقيا، فجم بنهايه الموسم كلهم وقعوا منك، لعيبه النادي الاهلي ما كانتش موجوده بنهايه الموسم، فطبعا خسرت كل البطولات الموسم اللي فات. فانا طبعا لازم اعزل كولر على الحته دي ان هو بيعمل روتيشن كتير للاعيبه النادي الاهلي وان هو محضر نفسه ان هو هيلاعب الداخليه النهارده وهيريح 7 لعيبه اساسيه كانوا بيلعبوا معاه في مباراه سان داونز، وهريح تقريبا كل خط الدفاع بتاعي ما عدا محمد هاني، وهريح بقى كل اللعيبه اللي بتلعب اساسيه معايا قدام سان داونز في الخط الهجومي، والحلول بتاعتي في الخط الامامي زي احمد عبد القادر وحسين الشحات. فطبعا هبدا المباراه النهارده قدام الداخليه حتى لو الشوط الاولاني ما كانش عندي حلول، ما كانش عندي لعيبه تقدر تضيف لي هجوميا في الشوط الاولاني، وهبدا بقى في الشوط الثاني انزل بعض الحلول للنادي الاهلي زي علي معلول ناحيه الشمال، وهبدا بقى اطلع بعض اللعيبه، هطلع بيرسي تاو وهطلع مروان عطيه، وهو محضر نفسه قبل المباراه ان هو في الشوط الثاني هيطلع بيرسي تاو وهيطلع مروان عطيه، حتى لو مروان عطيه افضل من حمدي فتحي، حتى لو بيرسي تاو افضل من طاهر محمد طاهر، ولكن مروان عطيه وبيرسي تاو لعبوا 90 دقيقه في مباراه سان داونز فلازم يرتاحوا في الشوط الثاني، وهبدا انزل ديانج مكان مروان عطيه، وهبدا انزل محمد شريف مكان بيرسي تاو، وهلاعب محمد شريف ناحيه الشمال مكان احمد عبد القادر، وهلاعب الكندوسي مكان حسين الشحات ناحيه اليمين، حتى لو الكندوسي الحته دي مش بتاعته عمره ما لعبها، فالكندوسي مثلا ممكن يلعب لك 6 ممكن يلعب لك 8 ممكن يلعب لك 10، لكن تقريبا في حياته عمره ما لعب ناحيه اليمين. ولكن النهارده في الشوط الثاني هلعبه ناحيه اليمين مكان حسين الشحات، لان حسين الشحات لازم يرتاح هو واحمد عبد القادر وما يكونوش موجودين معايا النهارده في القايمه عشان عندي مباراه يوم السبت بعد 3 ايام، مباراه مصريه في بطوله افريقيا قدام القطن الكاميروني، فانا حسين الشحات واحمد عبد القادر مش هشاركهم النهارده خالص وهطلعهم اساسا بره القايمه، واللعيبه الموجوده معايا هلعب بيها المباراه وهلاعب اي لاعب في اي مكان حتى لو مش حتته حتى لو مش مكانه. ولكن على الرغم من كده النادي الاهلي في الشوط الثاني بعد اللعيبه دي ما نزلت في الشوط الثاني النادي الاهلي بقى افضل، النادي الاهلي بقى اكتر سيطره واستحواذ، بقى اكتر خلق للفرص، بقى اكتر خطوره على مرمى الداخليه، قدرنا ان احنا نجيب الهدف الاول لمحمود كهربا، كان سهل جدا ان احنا نخطف الهدف الثاني ونخلص المباراه لحد بقى ما يجي لاعب كارثه زي رامي ربيعه. تخيل رامي ربيعه دوت بيلعب في فرقه بحجم النادي الاهلي، تخيل ان فرقه الداخليه ما لعبتش غير كورتين بس طوال 90 دقيقه طوال المباراه في ال 18 بتاع النادي الاهلي. كره في الشوط الاولاني اتعملت عرضيه رامي ربيعه حط فيها رجله كانت ممكن تخدع الشناوي وتدخل للهدف الاول للداخليه، الكره الثانيه
الثانيه الوحيده طوال الشوط الثاني اللي الداخليه لعب كره على الارض في ال 18، فتلاقي اللاعب بتاع الداخليه بيستلم ويحط رامي ربيعه في ظهره اكنه ناشئ، اكنه لعيب صغير، اكنه لاعب ما عندوش اي خبره، ويحطه في ظهره ويسجل هدف التعادل للداخليه في الدقيقه 90. هدف قاتل يضيع على النادي الاهلي نقطتين مهمين جدا في مشوار الدوري. فتخيل بقى لعيب بمستوى رامي ربيعه بيلعب في فرقه بحجم النادي الاهلي تيجي عليه كوره واحده بس طوال ال 90 دقيقه في ال 18 لاعب يستلم ويلف ويحطه في ظهره ويجيب هدف التعادل للداخليه ويضيع على النادي الاهلي نقطتين مهمين جدا في مشوار الدوري. فدوت مش ذنب كولر ان هو عنده لعيبه بمستوى رامي ربيعه في قلب الدفاع، لعيبه حتى ما ينفعش ان هي تلعب احتياطي للنادي الاهلي. لعيب زي رامي ربيعه في كوره واحده بس للداخليه في ال 18 طوال ال 90 دقيقه مش قادر يتعامل مع المهاجم، مش قادر يقطع منه الكوره ويخلي النادي الاهلي يخرج من المباراه كسبان 3 نقاط. فدوت مش ذنب كولر، انا ما اقدرش الوم كولر على حاجه النهارده، فما ينفعش النهارده الوم كولر باي شكل من الاشكال على التعادل النهارده قدام الداخليه، ولكن الوم اللعيبه دي، اللعيبه اللي ما ينفعش تلعب في فرقه بحجم ومستوى النادي الاهلي. فالله يكون في عون كولر ان هو اساسا مستحمل ضغط المباريات ومستحمل لعيبه زي دي في الفرقه بتكلف النادي الاهلي كتير جدا وبتخسر النادي الاهلي نقاط كتير جدا سواء في الدوري ولا في بطوله افريقيا. ولكن ان شاء الله انا متفائل بكولر، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يكسب القطن الكاميروني ويعدل بقى اوضاعه في البطوله الافريقيه في جدول ترتيب البطوله الافريقيه باذن الله تعالى. والنادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يصعد من المجموعه اللي هي اتصعبت على النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو السنه دي كمان ياخد الدوري باذن الله تعالى. اتمنى يا رب كل التوفيق لكولر، اتمنى يا رب يكون كلام في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.